الليله القمريه ومراسم الشيطان. ما كنتش مستمتع بدوك التدريبات. منين ولا ايتري هو المعلم ديالي، كان كيعلمني على كاع العوالم. نقدروا نقولوا وليت كل نهار كندخل لواحد البحر اللي عامر بالمعلومات اللي كتخص العوالم السبعه كاملين، لدرجه وليت كنشوف داك الحلم اللي كنت كنحلم به ملي كنت صغير بدا تيتحقق دابا. ولكن ما كنتش فرحان بحال شي واحد وصل للهدف ديالو. وليت كنتعذب كل نهار كنعيشو، والحاجه الوحيده اللي كنت باغي هي الروح ديالي ترتاح. كان كيحسب لي بلي هاد التدريبات غتستغرق غير وقت قصير، ما كنتش عارفها بهاد الصعوبه كامله. ودازت سنه كامله غير باش نسخر واحد منهم. سولت قنديشه قلت لها كيفاش حتى قدرت نسخر ناقل المعلومات داك النهار اللي كانت سميتو يثغق، وغير بطول صوم واحد. صراحه خيبات الامل ديالي منين قالت لي راك انت قدرتي تسخر غير المسالم فيهم، وداك الظريف اللي ما يقدر ياديك ما والو. اما باقي الجيش فراهم عدوانيين. داكشي علاش في كل مره كنتي كتحاول تسخر شي واحد منهم كنتي كتفقد الوعي وكطيح. ما عرفتش كيفاش حتى الوجود ديال قنديشه ونهشل كان بمثابه داك النور اللي كان كيضوي ليا طريق الظلمات. حاولت نقنع نهشل باش يرجع الفاس من بعد ما بانت لي ديك المده اللي دوزنا مع ايثري طويله بزاف، ولكن رفض. قال لي جيت معاك غادي نرجع معاك، واخا نعرف هذا الامر هذا غادي يستغرق سنوات. وقنديشه حتى هي براسها ما بغاتش ترجع، كانت مصره باش انها تبقى معانا. تحولنا للدار ديال ايثري ولينا عايشين معاه. وداميه مسكينه كانت فين ما تحت ليها الفرصه كانت كتجي كتزورنا، واخا هي ما كانتش عارفه انا شنو كنديروا وما كانتش عارفه الهويه ديالنا. كان كيحسب ليها باقيين كنبحثوا في العالم ديال ديك المملكه، ما بقيتش باغي نتفكر حتى سميتها، وما بقيتش باغي نتفكر حتى السميه ديال داك الملك ولا داك الساحر ديالها. كنشوف حياتي بدات كتغير تدريجيا، وحتى شخصيتي حتى هي. وصلت للمرحله ديال اني ما بقيتش كنخاف من الكائنات ديال العالم الثاني والثالث، بل ولاو كيبانوا لي غير ضعفاء وما في يديهم والو. واحد النهار وانا جالس في وحده من دوك الحجر الكبار اللي كاينين في المملكه النوميديه، شي واحد تيقرب مني بخطوات اللي تابسه. درت عندها من بعد ما سمعتها كتعيط لي بواحد الصوت اللي هادي، بديت نشوف واحد الابتسامه اللي زوينه في وجهها. ما عرفتش ولكن وليت كنشوفها غادي وكتزيان نهار من بعد نهار، وبديت كنرد البال لكاع التفاصيل ديالها، لدرجه انني وليت كنلاحظ ان حتى شعرها تا هو بدا كيطول. ولكن ما كنتش عارف هو ان هذاك النهار بالضبط كان هو النهار اللي كتقطع هي شعرها في كل عام، من بعد ما كتشوفوا بلي راه زاد طوال شويه. صراحه الفضول ديالي خليني نسولها نقول لها السبب علاش كتقطع شعرها، ولكن الجواب اللي كانت كتعطيني وكتبغي تبرر ليا به كان في شكل شي شويه. كانت كتقول لي بلي راه كل خصله من الشعر ديالها كان عندها معها ذكريات، وكانت كتحاول تخلص منهم باش ما يبقاوش تابعين حياتها كامله. جلست حدايا وهي تسولني وتقول لي اشنو كتخطط دير دابا سي انير، وانت بحال قدرتي تسخر جوج من هاد العشيره كامله، وانت عارف بلي راه عندك عشيره اللي فيها بزاف ديال الملوك الجن وبزاف ديال الكائنين اللي الا جينا بغينا نحسبهم غادي نحسبهم بالالاف. حنيت راسي للارض وكنشوف وكنهضر معاها بواحد النبره ديال الاستسلام. قلت لها ما كنظرش انني قادر ندير هادشي، كنت صراحه نعيت من هادشي كامل. قالت لي قنديشه ولكن راك انت عارفني بلي انا محتاجه لهاد القوه. قلت لها راني عارف كنقسم لي، ولكن خليني نقول لك واحد الحاجه. سولتني قنديشه في البلاصه قالت لي شنو بغيتي تقول. قلت لها راه قال لي ايثري الا بغيتي تنتقل لك القوه ديالي لعندك يكفي انك تقتليني. داكشي علاش الا ما قدرتش نكمل هاد المهمه هادي غادي نمشيو نرجعوا للمغرب، غتعطيني فرصه نمشي نتلاقى مع الوالده ديالي نسلم عليها نودعها ونرجع عندك باش تقتليني. قنديشه طلع ليها الدم بزاف، وقفات من بلاصتها وبدات كتغوت كتقول لي كيفاش غادي نقدر نقتلك، ما قتلتكش حتى فاش كنتي العدو ديالي في الاول، ما بقى غير دابا فاش ولينا حنا اصدقاء. سكتت شويه وهي تقول لي لا انا غادي تنتقل ليا، ولكن ما غاديش نكون كمسخره، غادي نكون غير عبده، وهذا الشيء ما غاديش يكون في مصلحتي، زائد انني ما قادراش نقتلك حيت انت قطعتها. وانا نقول لها حيت انا الصديق ديالك. حضرت راسها وهي تقول لي انت ما كتفهم حتى شي حاجه. ناضت من حدايا وهي تمشي حتى كنسمع القرين ديالي كيهضر معايا وتيقول لي غير حاول انت مازال عندك بزاف د الفرص. القرين ديالي كان سميتو رينا، وهو اللي كان كيقول لي هاد الهضره هادي. درت لعندو وانا نقول ليه وانا كل خيبه امل انا كنشوف بلي الموت هو انسب حل ليا. قال لي رينا ولكن الا مت انت راه غادي نموت معاك حتى انا. قلت ليه انت راك غير قاري، ولا مت انا راه غادي تعاود تولد مع واحد الشخص اخر. قال لي رينا لا سي الا مت انت راه غادي نموت حتى انا حيت انا دابا حاليا مرتبط بك. سولت وانا نقول ليه ولكن القرين ديال قنديشه ما خلينيش نكمل هضرتي. هو يقول لي واش كتقارن القرين ديال اديمون معايا انا؟ اصلا هذيك راه حاله خاصه. سكت شويه وانا نوض باش نمشيو نشوفو نكتشف شنو مخبيه ليا الحياه من بعد. هبطت من ديك البلاصه اللي كنت فيها غادي قصد القريه باش نمشي للدار ديال ايثري. صراحه السكان ديال ديك القريه من بعد ما شافوا العلاقه ديالنا بداك الراجل ولاو حتى واحد ما حامل يهضر معانا من غير داميه مسكينه هي اللي كانت عزيز عليها انها تناقش معنا وتجي عندنا وتطلع علينا وتشوفنا. مع وصلت للدار كنلقى نهشل جالس تيضحك وعاجبو الحال، هاز في يدي واحد الكتاب وهو يقول لي واش عارفه شنو هو هذا؟ بقيت كنشوف فيه وانا نقول ليه اش بغى يكون داكشي اللي في يدي. قال لي هادو طلاسم. هبط داك الكتاب قدامي وبديت يقول لي هادو طلاسم الانتقال، هادو طلاسم الطيران، هادو طلاسم الاختفاء، وهادو طلاسم الاستحواذ. تعجبت في الهضره ديالو وانا نسولو باستغراب قلت ليه واش الساحر يقدر يطير؟ بقى كيشوف فيه ويضحك ويقول لي يقدر يغطس تحت الماء كاع. اش بان لك نتعلموا شي حاجه من هادشي؟ حيدت من طريقي وانا نمشيو نجلس في واحد من الكراسي الخشبيه اللي كاينين تما في ديك الدار. قلت لي لا بالصحه والراحه غير تعلمهم انت، حيت انا ماشي حوته باش نغوص تحت الماء وماشي عصفور باش نطير في السماء. الحاجه الوحيده اللي بغيت هي نتخلص من هاد اللعنه هادي ونرجع في حالي ونعيش حياتي الطبيعيه، حيت هادشي كامل طلع ليا في راسي. قرب عندي نهجل ويقول لي واش باقي ما بغيتي تغير الراي ديالك؟
صراحه عندك واحد العزيمه وواحد الاراده اللي قويه بزاف، وهاد الاراده هادي تخليك تعاون بزاف ديال الناس. طلع لي الدم وانا نقول لها ما باغي نعاون حتى شي واحد، انا باغي نعاون غير راسي. عشيره كامله كتكون من الالاف ديال الكائنات، ما قدرت نسخر منهم الا جوج، وقيله هاد الكائنات هادو كاع ما بغاوني نسخرهم. وفيما حاولت نقرب لشي واحد ولا نسخرو كنت كنفقد الوعي وكنطيح. واش في نظرك هذه الحاله ديال الانسان قوي؟ قال لي نهشل هادشي اللي كدوز به دابا راه ماشي ساهل، وفكر مزيان تقدر قنديشه تغدر بينا في اي لحظه، حيت انا صراحه ما بقيتش مرتاح ليها عاوتاني. يلا كنت غادي نبدا نغوت عليه وندافع عليها حتى كنسمع الصوت ديالها مورايا كتقول لي ما غاديش نهضركم. منين جينا لهاد البلاصه هادي ما عمرني فكرت انني ندير. قال لي نهشل راه ما كنتش كنعنيها بالمعنى الحرفي ديالها، كنت كنشجعو باش انه يكمل التدريب ديالو. قلت لي قنديشه هو ما محتاج لا تشجيع لا والو، السيد عنده 23 عام في عمره وعارف مزيان شنو كيدير وعارف شنو باغي، يعني الامر كامل متروك بين يديه. قلت لهم هذا القرار ديالي ما مرتبطش غير بيا انا، ومرتبط حتى بقنديشه حتى هي، وإلا حبست هنايا غادي نبقى عايش بهاد اللعنه حياتي كامله، والخطر اللي كيدور بقنديشه ما عمره ما غادي يحيد عليه. والحل اللي عندي هو نكمل التدريب، حيت الا كملت غادي نقدر انا نرجع لحياتي الطبيعيه وهي تقدر تاخذ القوه اللي بغات. قال لي نهشل ولكن ما خلاتوش قنديشه يكمل وهي الدور تهضر معايا. قالت لي انت عارف الاهميه ديال هذا القرار، كرب حكمه وحاول تسمع للروح ديالك هي الاول. خرجت قنديشه من الدار وكنت عارف بلي الهضره ديال نهشل كانت قاصحه عليها شي شويه. طليت عليها من الشرج مسست بالي غاديه للدار ديال داميه. درت عنده وانا نقول ليه حاول توزن كلامك شي شويه، حنا دابا عايشين اكثر من عام في بلاصه وحده وما كنظنش انها باغيه تقدر بينا ولا قادره ديرها. قال لي نهشل كنت غير ما خليتوش يكمل، وانا نسولو قلت لي فين هو ايثري. حضر صوته وهو يهضر معايا بشويه. قال لي راه كاين في البيت ديالو وراه وصاني نقول لك فاش تجي تمشي لعندو حيت بغاه. سولتو قلت ليه واش ما عرفتيش شنو هو الموضوع فاش بغاني؟ قال لي لا ما عرفتش ولكن تقدر تمشي انت باش تعرف. مع خرجت سد الباب موراه وانا نمشي انا للبيت ديال ايثري. دقيت الباب حتى كنسمع صوتو عطاني الاذن باش ندخل. مع دخلت سديت مورايا الباب وانا نقول ليه سمعتك باغي تهضر معايا في شي حاجه. قربت لحدا وانا نجلس في داك البيت المظلم اللي الضوء الوحيد اللي كان شي شويه ديال الشموع. كنجلس مربع رجليه وشابك يديه ومغمض عينيه. بدا كيتمتم بعض الكلمات اللي ما كنتش كنفهمها. كان السكات هو اللي مسيطر على ديك البلاصه كامله، وبديت كنحس بالجسم ديالي بدا تيتعرق بزاف. حتى كنسولو نقول ليه فاش بغيتي تهضر معايا. بدا كيرفع صوته وتيردد واحد الكلام بالامازيغيه اللي كيشبه الطلاسم. بديت جالس ساكت وما كنهضرش وكنراقب الجسم ديالو اللي كيتحرك بهذه الطريقه حتى حبس على الحركه وهو يقول لي باش حسيتي. قلت ليه ما فهمتش شنو كنتي كتقرا. قال لي بعض الطلاسم. حل ايثري عينيه وبدا تيشوف فيا بداك البريق القرمزي اللي كنشوف ديما. كيشوف ليا وكيبتسم واحد الابتسامه غريبه. بديت كنحس بالانقباض في الجسم ديالي كامله بحال شي حاجه كتربطني. حاولت نلتقط شويه د الانفاس ديالو ونسولو بواحد الصعوبه. قلت ليه مالك ايثري شنو هو الطريق؟ بدا كيضغط عليا بواحد القوه اللي كبيره بزاف ويقول لي راه نشوفوا شنو تعلمتي في هذا العام هذا. تنهضر معاه بواحد الصعوبه. قلت له ولكن انا ما قادرش نسخر هذا الجيش هذا، اللي قادر نسخر هو جوج. قال لي حاول تسخر شي واحد منهم. يلا بغيت نبدا نطلبو نترجاه ويغوت ويقول لي دابا. بديت كنقرا دوك الطلاسم اللي كنت كنتعلم بشكل عشوائي ولكن ما قدرتش نحرر راسي. حتى بديت كنترجاه وكنطلبو. قلت لي عافاك راه غادي نموت. قال لي الا ما بغيتيش تموت الحاجه الوحيده اللي خصك دير دابا هي تفك راسك. ويغوت ايثري ويقول لي طلسم ليفر. كنحاول نفكر داك الطلسم اللي قال لي سميتو دابا والجسم ديالي كان غادي يتقطع من شده الالم. بديت كنحاول نقاوم ديك الطاقه كامله غير بالجسد ديالي. شويه بديت كنقرا واحد من الطلاسم اللي تعلمتهم حتى كيخرج واحد الكائن اللي كبير بزاف. مع خرج هجم على ايثري ضربو بواحد الضربه حتى لصق في الحيط. واخيرا تفكيت. الكائن اللي حضرت انا باش يفكني عاود هجم على ايثري وعاود بغى يفتك بيه. لولا انني تدخلت ونقول ليه بركه ما عرفتش شنو كان غادي يطرى ليه. جمع ايثري القوه ديالو غير بزز ويشوف فيا ويقول لي طلسم افراق مزيان سيدي. انت دابا حضرتي واحد من الجنود ديالو ما عليك. قربت لحدا وانا كامل مخنوق ونقول له السي واش انت هبيل ولا مالك؟ راك انت تقتلني عاد دابا. شاف فيا ويقول لي هذه الطريقه الوحيده باش تقدر تسخرهم، وكل ما حسيتي بالخطر التسخير ديالك ليهم غادي يكون سهل. حتى الله شاد راسي بديت كنبكي وتنقول مع راسي انا عاد شويه كنت غنموت. شاف فيا ايثري ويقول لي واش ماشي هادشي اللي كنتي باغي؟ ياك كنتي باغي تموت. وانا باقي شاد راسي كنقول ليه ما عمرك تثيق شي واحد كيتمنى الموت حيت هذاك بالضبط هو اكثر واحد متشبت بالحياه. كنت كنتمنى الموت بلساني ولكن الحاجه اللي كنت كنقصد هي شي واحد يخرج من العدم يعاونني باش نلقى الروح اللي ضاعت مني. قلت له هاد المره ها هي دازت ولكن حاول مره اخرى غير تعلمني على الاقل باش نكون مستعد. قال لي المره الجايه غادي نستعنوا بالصديق ديالك غير وجد راسك. حتى كنسمع واحد الصوت يقول لي انا تحت الامر ديالك سيدي واش عندك شي اوامر؟ درت لعندو كنلقى داك الكائن اللي سخرت عاد شي شويه هادي باش يفكني من ايثري. قلت ليه لا ما كاين والو تقدر تمشي. خرج من الغرفه وغادي باش نخرج لبرا. بعد ما اختفى الكائن الاثرق لقيت قنديشه مع داميه جالسين وشادين طبيصلات في يديهم فيهم شويه د الماكله. قالت لي داميه فين هو نهشل راه وصلت الوقيته ديال الماكله. قلت لها ما عارف لا نهشل لا زمر. بديت غادي خارج في حالي حتى وقفتني قنديشه وبين عليها بلي راه مقلقه عليا وهي تقول لي واش بخير واش وقعت لك شي حاجه. ما بغيتش نعطيها حتى شي جواب. ما هضرتش معاها. مشيت للبلاصه اللي كنجلس فيها ديما في ديك التله فوق ديك الحجره
حتى كتبعني قنديشه هي تشد ليا في يدي، قالت لي واش مقلق مني، واش درت لك شي حاجه؟ شديت بلاصتي وانا جالس في وحده من دوك الحجر، وقنديشه واقفه وكتشوف فيا. انا جالس كنتامل في القريه وهي كتامل فيا، شويه تنقز وهي تهضر معايا وخايفه ومتوتره وكترعد. قالت لي شي خطر جاي قاصدنا. قلت لها كيفاش؟ اش من خطر هذا؟ بدات كدور بيا بحال كتحاول تستعد لشي هجوم. وقفت من بلاصتي وبديت كنهضر معاها، نقول لها شنو كاين، هضري معايا، شرحي لي شنو طاري. قالت لي القرين ديالي حس بشي واحد مستهدفني. سولتها قلت لها فين هو هذا الشخص هذا؟ قالت لي ما عرفتش، كنت كنشوف ملامح الرعب كترسم على وجهها. صراحه ما عمرني ما شفتها بهذا الضعف هذا اللي شفتها به دابا. واش هادشي اللي كنا كنواجهو في هذه الاونه الاخيره هو اللي خلاها بحال هكا، او لا هي كتواجه اصلا شي صراع اللي انا ما عارفوش؟ في هذه اللحظه بانوا مجموعه ديال الرجال اللي خارجين من وسط الغابه وجايين قاصدين. كان العدد ديالهم 5. تخبات قنديشه من مورايا باش نحاول نحميها، وكانت هي مستعده لاي هجوم. جايين وكيقربوا منا اكثر واكثر، حتى كنشوف 4 الناس مغطيين وجههم، وواحد بوحدو اللي وجهه باين هذاك هو الزعيم ديالو. قالت قنديشه وهي كتهضر معاه سيروا بعدوا منا والا. قرا الزعيم ديالهم واحد من الطلاسم ديالو حتى تيخرج واحد الكائن من العالم الثالث اللي هو من طبيعه الحال عالم الشياطين. طار عليها بسرعه البرق حتى كان غادي يقسمها. كنشوف قنديشه طاحت قدامي، ما قدرتش تهز الجسم ديالها بزاف باش هزات الجزء العلوي ديالها. بدات كتحاول تقرا الطلاسم ديالها باش تسخر داك الشيطان، ولكن ما بغاش يخرج. قال لي هذاك الزعيم هو كيضحك، قال لي ما غاديش يستجب ليك حيت هو مسخر دابا من طرف الهاله الناريه. بان داك العقرب اللي في الدراع ديالو. صراحه ما كنتش عارف بزاف على الهالات، رغم ان ايثري حاول بزاف د المرات يعلمني الفرق ما بيناتهم. كنت كنعرف غير هاله القمر وهاله الشمس وهاله العناصر الاربعه، ولكن عدم الاهتمام ديالي بهذا العالم خلاني ما مركزش في داكشي. ولكن كنت كنشوف الرعب في الوجه ديال قنديشه. الحاجه اللي قالت لي مع راسي ان هذه الهاله هذه راه ماشي ضعيفه. هضرت مع قنديشه وانا سولها قلت لها شنو كيعني العقرب؟ قالت لي وهي كتحاول توقف بزز، قالت لي هو راه عنده هاله ديال العناصر الاربعه. صافي وقيله هذه هي النهايه ديالنا، حيت القوه ديالو كتفوق القوه ديالي. قربت عندها كنحاول نعاونها ونقول لها علاه ماشي الهاله القمريه هي الاقوى. قالت لي قنديشه الهاله ديال العناصر هي اساس كل الهالات. هزيت عيني كنشوف ذاك الزعيم ديالهم وكنهضر مع راسي كنقول ليا ما كانش عليا نزقل الدروس اللي عطاني ايثري. هضرت مع ذاك الزعيم وانا نقول ليه بعد عليها. شاف فيا بدات يضحك ويقول لي الهاله ديالك راه ضعيف. قرا بعض الطلاسم ديالو شويه كنحس بالجسم ديالي عاوتاني بدا يتقيد. الحاجه الوحيده اللي كنت كنقدر نشوف هي التسخير ديال داك الراجل لمجموعه من الشياطين بالاشكال والاحجام انواع ديالها. كنت كنشوف فيهم كيمزقوا الجسد ديال قنديشه، والحاجه الوحيده اللي كنت قادر ندير هي انني نشوف. ما كانش في ديك البلاصه حتى شي صوت من غير الصوت ديالها وهي كتمزق، ما كانش كيخرج منها الدم، ولكن الكدمات اللي كانوا في الجسم ديالها كانوا كيبينوا كلشي. بديت كنقرا بعض الطلاسم اللي كنعلمني نهشل باش نحاول نفك راسي، وانا كنغوت ونقول لهم بعدوا عليها. كتبان لي قنديشه طاحت فقدات الوعي ديالها، اولا نقدروا نقولوا ما كتحركش. بدات دموع الضعف عاوتاني كتخرج بلا اراده ديالي، والشعور اللي كنحس به هو الخزي والضعف. صراحه شعور اللي ما كنبغي حتى شي واحد. هضر الزعيم ديالهم وهو كيضحك وعاجبو الحال، قال لهم الفريسه ديال اليوم كانت مزيانه، هزوها ويلا اليوم غادي تكون هي الليله القمريه. هزوا هذوك الرجال ب4 وغاديين قاصدين الغابه، هما غاديين كيبعدوا عليا وانا جالس كنغوت وكنحاول نفك راسي. واخا مشاو بعدوا عليا الطاقه ديال الزعيم ديالهم باقا شاداني ومقيد بلاصتي، ما بقاوش كيبانوا ليا، دخلوا تجلاو وسط الغابه. داز شويه ديال الوقت حتى تنشوف نهشل وايثري جايين عندي كيجريو. في ديك اللحظه كنت حشمان من راسي، ما قدرتش نشوف فيهم، جالس كنتجنب النظرات ديالهم، وحاجه وحده اللي كندير هي كنشوف في الارض حيت كنحس بالعار انني ما قدرتش نحميها. سولني ايثري من بعد ما قرا واحد من الطلاسم ديالو وفكني، قال لي فين هي؟ قلت له راه سمعت الزعيم ديالهم قال لهم هزوها ويلا هو معايا، ومشاو دخلوا وسط الغابه وسمعتهم تيهضروا على شي حاجه. قال ليه اليوم غادي تكون هي الليله القمريه. صدم ايثري هو يقول لي واش الزعيم ديالهم كانت عنده شي وشمه؟ قلت ليه كان عنده واحد العقرب في اليد ديالو. ايثري طلع ليه الدم ويقول لي قنديشه غادي تكون اليوم هي القربان للمراسم ديالهم اللي هي من طبيعه الحال المراسم الشيطانيه. نقزناه شنو ويقول لي واش بالدم ديالها غادي يحلوا بوابه العالم الثالث. بدا ايثري غادي قاصد الغابه وتيهضر معنا وتيقول لنا كون غير كان هذا الشيء الامر راه اكبر مما كتوقع، ودابا غادي خصنا نلقاوهم قبل ما يطيح الظلام. سولت ايثري وانا نقول ليه علاش كلشي باغي يقتلها، علاش كلشي كيقلب عليها؟ قال لي